كسر الوهم. أول حاجة لازم نكسرها وهم إن السهم رقم. ناس كتير في البورصة فاكرة إن السهم مجرد رقم بيطلع وبينزل. لأ، السهم ده شركة كاملة، ناس شغالة مبيعات ومصاريف وأرباح وخسائر. انت مش بتشتري رقم، انت بتشتري قصة شركة. السهم يعني ملكية. خلينا نقولها بصراحة، لما تشتري سهم انت شريك، مش مدير ولا صاحب قرار، بس انت شريك. يعني لو الشركة كسبت انت ليك نصيب، ولو خسرت انت بتتحمل جزء من الخسارة. وده سبب ان السهم ما ينفعش تشتريه بالاستهتار. مثال حي، تخيل مصنع بيكسب 10 مليون جنيه في السنة، والمصنع ده قرر يدخل البورصة وقسم نفسه ل10 مليون سهم، فكده بالتالي قيمة السهم جنيه. لو السنة اللي بعدها المصنع كسب 20 مليون جنيه، هل تتوقع السهم يفضل بجنيه؟ أكيد لأ، لأن القيمة زادت. السوق دايما بيسعر المستقبل مش الماضي. السعر مش هو القيمة. دي أهم جملة في الحلقة كلها. السعر مش هو القيمة، السعر ده مجرد رقم، القيمة دي المعنى. ممكن سهم سعره عالي ولكن قيمته ضعيفة، وممكن سهم يكون قليل ولكن قيمته كبيرة. واللي فاهم الفرق هو اللي بيعرف يكسب على المدى الطويل. عدد الأسهم هو فخ المبتدئين. في شركتين، واحدة سهمها ب5 جنيه والتانية سعر سهمها 100 جنيه. المبتدئ يقولك إن السهم اللي سعره 5 جنيه فرصة قوية وهيكون استثمار حلو. طيب ما ممكن الشركة دي مطلعة مليار سهم، سعر واطي علشان العدد كبير. هنا بقى تفكير الرخيص يضيع فلوس ناس كتير. القيمة السوقية ببساطة، عايز تقارن شركتين صح، بص على القيمة السوقية. يعني الشركة كلها السوق شايفها تسوى كام. معادلة سهلة وبسيطة. سعر السهم في عدد ده الميزان اللي السوق بيستخدمه، مش أحسن. السهم مش بيطلع علشان الشركة كويسة بس، بيطلع علشان توقعات ونمو وأخبار وسيولة داخلة، وبيهبط علشان الأسباب دي، خوف، أخبار سلبية، ناس بتخرج. السوق نفسي قبل ما يكون هو مالي. أوهام لازم تتحرق. خلينا أحرق شوية أوهام. السهم الرخيص مش فرصة، السهم اللي بينزل مش لازم يطلع، مفيش سهم مضمون، ومفيش حد فاهم السوق كله. اللي يقولها غير كده يا بيضحك عليك يا بيضحك على نفسه. امتى السهم يبقى فرصة؟ السهم بيبقى فرصة لما الشركة تكون شغالة صح، السعر أقل من قيمته، السوق خايف زيادة عن اللزوم. بس الكلام ده مش هتفهمه في يوم، وعلشان كده انت هنا بتتعلم الأساس. نصيحة العمر، عمرك ما تخش سهم انت مش فاهم، لان الجهل هنا اغلى من الخسارة. السوق بيرحم اللي بيتعلم وما بيرحمش المستعجل. بعد الحلقة دي انت ما بقيتش مبتدئ اعمى. الحلقة اللي جاية هتدخل على الشورت ونعرف ازاي السوق بيتكلم. خليك معايا علشان اللي جاي هو اللي بيفرق.